عنصر المية أو لونها عموما لما بيدخل في الديكور بيحسسك بالهدوء والراحة غير الفخامة اللي بيضيفها للمكان. اتكلمنا قبل كده عن النافورة المائية في ديكور البيت. تعالي النهاردة نتكلم عن الشلالات الجدارية. عاوزة لمسة منعشة ومختلفة في بيتك؟ يبقى لازم تجربي الشلالات المائية الجدارية اللي بقيت إضافة ممتازة وترندي جدا. الشلالات المائية مش مجرد عنصر جمالي، دي كمان بتدي إحساس بالحيوية في المكان، سواء في غرفة المعيشة أو المدخل أو حتى بلكونة صغيرة، ويصنع حركة ونشاط في الديكور بدل ما يبقى المكان ثابت. واحدة من أهم مميزات الشلالات الجدارية هي الأصوات اللي بتصدرها. الصوت الهادي للمية وهو بينزل بيدي راحة واسترخاء للمكان زي أجواء السبا، وبيخلي الجو في البيت يكون مريح ويبعد عن أي توتر. وبجانب الصوت المريح، الشلالات بتخلق جو طبيعي أكتر، وخصوصا لما يكون جنبها نباتات خضراء. المية والنباتات مع بعض بيعملوا زاوية مريحة للعين، وبتحسسك إنك وسط الطبيعة حتى لو كنتي في المدينة. سواء كنتي بتحبي الديكور عصري أو كلاسيكي، الشلالات المائية الجدارية بتعمل إضافة مميزة وديكور مختلف. اختاري اللي يناسب ديكور بيتك واستمتعي بلمسة جديدة وأجواء من الاسترخاء والطبيعة.